إنذار على يد مخبر لوزارة الآثار بضرورة إخلاء وتسليم كل ما يخص الحضارة الفرعونية. استنى ما تتخض، ودي حاجة عمرها ما هتحصل إلا في خيال اللي بيدعوا إننا مش أصحاب الحضارة أصلا، زي مثلا الأفروسنتريك، ودول يا عزيزي شايفين إن هم أصحاب حضارة أفريقية ولازم الناس والعالم يحترم بيهم، وإن ده شيء من حقهم هم. ولكن الفترة الأخيرة شايفين إن هم أصحاب أرضنا وحضارتنا الأصليين، ومش بس مستكفين بكده، لأ ده كمان بيروجوا لده عن طريق أفلام بتتعرض على منصات كبيرة زي نتفليكس. ولكن الحضارة المصرية مش لون ولا جنسية، دي روح وطريقة تفكير وإبداع سابق عصره. وبمناسبة افتتاح المتحف المصري، خلينا أفكرك بحاجات تخليك فخور بأصلك الفرعوني. ممرات ودهاليز سقارة وهي تحت هرم زوسر وطولها مئات الأمتار، وفيها مقابر وأبواب حجرية بتتحرك بآلية غريبة. مرصد نبت بلان موجود جنوب القاهرة ب 800 كيلومتر، ويعتبر أقدم مرصد فلكي في العالم. السربيون اتبنى بعد دهاليز سقارة ب 1200 سنة، وكان مخصص لدفن أبيس العجل المقدس، وعبارة عن نفق منحوت في صخرة كانت داخله توابيت وزنها 100 طن تقريبا من الجرانيت الصلب. دخلت ازاي بأي آلية محدش عارف. دمتم مصريين، سلام.